صباح الخير. النهاردة هنتكلم عن مشكلة بتلخبط ناس كتير، الفرق بين الضمائر والصفات. احنا عندنا 4 حاجات مهمة لازم نكون عارفين الفرق بينهم. الفرق بين ضمائر الفاعل، ضمائر المفعول، ضمائر الملكية، وصفات الملكية. في البداية لازم نكون عارفين مكانهم فين، بنختارهم على أساس إيه، وده بيلخبطنا كلنا. فإن شاء الله أنا هشرحها لكم من خلال جزئين. بارت 1 النهاردة هنشرح فيهم الفرق بين ضمائر الفاعل وضمائر المفعول، وإن شاء الله في بارت تاني هنشرح الفرق بين ضمائر الملكية وصفات الملكية. نبتدي النهاردة واحدة واحدة، أتمنى تفهموا معايا الفرق بين ضمائر الفاعل وضمائر المفعول. أول حاجة ضمائر الفاعل أو السبجكت pronoun. من اسمها ضمائر فاعل بتحل محل الفاعل. الجملة في الإنجليش، وكنت شرحت لكم قبل كده إن هي بيننا وبين بعض كده نفهمها، شبه الجملة الاسمية اللي إحنا بناخدها في العربي. بتبتدي بسبجكت اللي هو الفاعل، ثم يليها verb اللي هو الفعل، ثم تكملة. التكملة دي ممكن تكون حاجة من اتنين، يا إما تكون object وده مفعول شبه المفعول به اللي إحنا أخدناه في العربي، أو تكون preposition يليه اسم، يعني حرف جر يليه اسم. تعالوا نطبق عشان نشوف إذا كنا فاهمين ولا لأ. المثال عندي بيقول لي رانيا goes to school. رانيا تذهب إلى المدرسة. ضمير فاعل، يعني بروح في الجملة وادور على الفاعل. طيب الفاعل مكانه فين يا ولاد؟ مكانه في أول الجملة. طيب في المثال قدامي هتبقى الفاعل رانيا. رانيا هي اللي قامت بالفعل، رانيا تذهب إلى المدرسة. طيب إيه الضمير اللي هيحل محل رانيا؟ هو she، وبالتالي بتبقى she goes to school. لاحظوا الفرق بين الجملتين. الجملة الأولى بدأت بسبجكت أو فاعل اللي هو رانيا، الجملة اللي تحت بدأت بسبجكت pronoun أو ضمير فاعل اللي هو she، حل محل. ناخد مثال كمان. أحمد and رامي play volleyball. أحمد ورامي بيلعبوا فولي بول. مين الفاعل في الجملة؟ الفاعل مكانه أول الجملة. مين هو هنا؟ أحمد and رامي. طيب أحمد ورامي دول اسم، أنا عايزة ضمير يحل محل الاسم. أحمد ورامي جمع، وبالتالي بياخدوا they، تبقى they play volleyball. نلاحظ تاني الجملة الأولانية أحمد and رامي دي أسماء، فاعل subject. طيب ايه البروناون او الضمير اللي حل محله؟ هو they. متهيألي مفيش كلام كتير نقوله عن ضمائر الفاعل، لان احنا واخدينه ك ABC English من واحنا في ابتدائي، لكن هلاقي حد برضو جاي يقول لي بتلخبط فيه، انا مش عارف اميزه. بيني وبينك هقول لك تريك تحفظ بيها. ضمائر الفاعل في الانجليش او السبجكت بروناون هيها مجموعه الضمائر اللي انت خدتها في العربي كلها. فلو انت عايز ضمائر غائب وانت عارفها، هو وهي وهم، تبقى هي وشي وذي. طيب لو انت عايز ضمائر متكلم، انا ونحن، I ووي. طيب لو انت عايز ضمائر مخاطب اللي هي انت وانتم، you. يتبقى لينا it اللي هي هو وهي لغير العاقل. اميز ازاي ضمير الفاعل في الجملة؟ اول حاجة بيحل محل الفاعل، فبالتالي هلاقيه اول الجملة. طب مين هو الفاعل؟ الفاعل هو اللي بيعمل الفعل. احمد plays volleyball، رانيا goes to school، we eat banana. احنا اللي بنعمل الحاجة، بنعمل الفعل. تالت حاجة ودي الأهم وتحفظها زي اسمك وتحفظيها زي اسمك، هو مكانها فين في الجملة؟ مكانها أول الجملة قبل الفعل. مرة كمان، أول الجملة قبل الفعل. دي ضمائر الفاعل. I وهي، she وit، you we وthey، بيحلوا محل الفاعل. مين هو الفاعل؟ هو اللي بيعمل الفعل. مكانه فين؟ أول الجملة قبل الفعل. بتهيألي كده الجزء ده سهل. ندخل على الجزء التاني وهو ضمائر المفعول. كالمعتاد من اسمها ضمائر مفعول أو الأوبجكت pronouns بتحل محل الأوبجكت اللي هو المفعول. يعني أنا بشوف الجملة اللي قدامي، والمرة دي أنا مش بسأل مين اللي عمل الحدث، أنا بسأل أنا كلمت مين، أنا لعبت مع مين. ناخد جملة. I met أحمد yesterday. أنا قابلت أحمد امبارح. تعالوا كده نعمل ريفيجن على الجزء الأولاني اللي احنا ذاكرناه، ونفصص الجملة من أولها واحدة واحدة. احنا اتفقنا الجملة بتبدأ بإيه؟ الجملة بتبدأ بحاجة من اتنين، يا subject يعني فاعل، أو subject pronoun يعني ضمير فاعل. الجملة هنا بدأت بضمير فاعل هو I. طيب أنا ليه قلت إن ده ضمير فاعل؟ أول حاجة لأنه بدأ في أول الجملة، تاني حاجة لأنه جه قبل الفعل. لكن هل أنا هنا يا ولاد بدور على ضمائر فاعل؟ لأ، أنا بدور على ضمائر مفعول. طيب أحط ضمائر المفعول فين؟ مكان المفعول. طيب أجيب المفعول إزاي؟
أسأل السؤال بشكل مختلف، بدل ما كنت بقول مين هيقابل هقول أنا هقابل مين، أنا هعمل إيه. بسأل عن المفعول زي المفعول به كده في العربي بالظبط. يبقى هنا الجملة بتقول I met أحمد yesterday، أنا قابلت أحمد yesterday، وmet الماضي بتاع الفعل meet يعني يقابل. يبقى أنا هسأل أنا قابلت مين؟ أنا قابلت أحمد. طيب إياك ثم إياكي إن انتوا تحطوا بدل أحمد هي، لأن هي لو كانت المفروض تتحط في أول الجملة وقبل الفعل. أمال أنا هعوض عن أحمد بضمير شكله إيه؟ هقول عليه him، يبقى I met him yesterday. لحظة، أنا ما خدتش الضمائر دي. أيوة أنا لسه هشرحها لك. ضمائر المفعول بتختلف عن ضمائر الفاعل، فلو أنا فهمت إن الضمير معناه I بحوله لمين. لو أنا فهمت إن الضمير في ضمير الفاعل معناه هي، ما بحطوش هي، بحوله لهم. شي بتتحول لهير، إنما it و you بيفضلوا زي ما هما. we بتتحول لأس و they بتتحول لذم. مش فاهمين؟ طيب تعالوا نطبق عشان نفهم. مثال الأولاني بيقول لي I like سارة، أنا بحب سارة. طيب إحنا قلنا ده ضمير مفعول، يعني إحنا بندور على المفعول به. أسأل بإيه؟ ما اروحش أقول مين بيحب، لا أنا هقول أنا بحب مين، يبقى أنا بحب سارة. طب سارة دي لو ضمير فاعل تاخد إيه؟ تاخد هي، بس ده مش ضمير فاعل، ضمير مفعول، وبالتالي سارة بتاخد الضمير شي، تبقى شي بتتحول لهير، تبقى I like her. تاني مثال عندي بيقول he called أحمد، هو كلم أحمد. يبقى هو كلم مين عشان أجيب ضمير المفعول؟ هو كلم أحمد. برافو. أحمد ده اللي هو هي، تتحول في ضمائر المفعول تبقى إيه؟ تبقى him، يبقى he called him. تالت مثال عندي بيقولي I watch the movie، أنا أشاهد الفيلم. يبقى أنا بشوف إيه؟ أنا بشوف الفيلم. طيب موفي أو the movie ياخد إيه من الضماير؟ it لأنه غير عاقل، وإت ما بتتحولش بتفضل زي ما هي، يبقى I watch it. آخر مثال عندي هو she loves the children، هي بتحب الأطفال. يبقى هي بتحب مين؟ هي بتحب الأطفال، اللي بتاخد الضمير بيني وبينكم كده they. ما ينفعش they لأنها مش في أول الجملة فتتحول لذم، يبقى she loves them. إيه اللي نحطه في بالنا أو نفهمه عن ضمائر المفعول؟ أول حاجة إن I بتتحول لمي، he في ضمائر الفاعل بتتحول لهم، she بتتحول لهير، it و you بيفضلوا زي ما هما، و we بتتحول لأس و they بتتحول لزم. ضمائر المفعول بتعمل إيه؟ بتحل محل المفعول. طيب يا ولاد مين هو المفعول؟ المفعول اللي بيقع عليه الفعل. أنا عملت إيه؟ أنا قابلت مين؟ أنا شفت إيه؟ أنا بحب إيه؟ خلاص كده؟ كأني بدور على المفعول به في العربي بشكل واضح وصريح. أهم حاجة بيميز لي ضمير المفعول عن ضمير الفاعل هو مكانه فين. مكانه طبعا مش في أول الجملة، يا إما بيجي بعد الفعل يا إما بيجي بعد حرف الجر. يبقى تاني مرة، ضمائر المفعول هي me him her it you us them، بتحل محل المفعول، والمفعول بسأل عليه إن أنا أقول أنا قابلت مين، أنا اتكلمت مع إيه، الشخص أو الشيء اللي وقع عليه الفعل. مكانه فين؟ مكانه بعد الفعل أو بعد حرف الجر. نعمل مايند ماب كده علشان نحفظ بيها. دلوقتي أنا عندي فعل، طيب لو جه ضمير قبله يبقى ده ضمير إيه؟ ضمير على طول من غير كلام، ضمير فاعل. طيب لو جه ضمير بعده يبقى ده ضمير مفعول. ضمير قبل الفعل يبقى فاعل، ضمير فاعل. ضمير بعد الفعل يبقى اسمه ضمير مفعول. طيب لو لقيت الضمير جاي لي في اول الجمله، اول كلمه في الجمله، اوتوماتيك ضمير فاعل. طيب لو لقيت عندي حرف جر وبعديه ضمير يبقى بعد حرف الجر ضمير مفعول. اتمنى تكونوا فهمتوا اهم حاجه في ضمائر الفاعل والمفعول، ان احنا نحفظ القاعده. هنطبق بمنتهى السهوله. ناخد امثله. نقط like pizza، ومديني اختيار I أو me، هو عايز يقول أنا بحب البيتزا، فأنا عايزة أختار. بالراحة كده أفهمكم مبدئيا إزاي بنختار. ناخد مثال. أول تشويس عندي هو I أنا حفظتها تبع ضمائر الفاعل ولا ضمائر المفعول؟ لا حفظتها تبع ضمائر الفاعل.
طيب مين هو ضمير الفاعل؟ هو اللي قام بالفعل. طيب مكانه فين يا ولاد؟ مكانه أول الجملة وقبل الفعل. كده أنا فهمت ده مين. تعالوا نشوف مين. مين دي أنا حفظتها تبع مين؟ تبع ضمائر المفعول. طيب مين ضمير المفعول؟ هو اللي وقع عليه الفعل. طب مكانه فين؟ مكانه بعد الفعل. نمسك بقى اختيار اختيار كده وتعالوا نشوف الاختيار الأولاني. هل آي هو اللي قام بالفعل في الجملة دي؟ هل هو اللي بيحب البيتزا؟ أيوه، هو اللي قام بالفعل. طيب هل الضمير ده جالي في أول الجملة؟ أيوه جالي في أول الجملة. طيب لقيت مكانه قبل الفعل؟ أيوه فعلا ده هو جاي قبل لايك. وبالتالي يا ولاد من غير ما أشوف بقى الاختيار التاني، إذا الإجابة الصح بتكون الاختيار الأول I like pizza. نيجي لتاني اختيار، تاني سؤال، وهو I saw نقط at the park. والاختيارات عندي her و she. هو عايز يقول أنا شفتها في الحديقة. وسو هو الماضي بتاع الفعل see اللي هو يرى. تمام كده؟ طيب نمسك كل اختيار. أول اختيار her. طيب her ده أنا حفظته تبع إيه؟ تبع ضمائر المفعول. طيب بلاقيه فين يا ولاد؟ بلاقيه بعد الفعل وبعد حرف الجر. طيب بالنسبة لشي أنا حفظتها تبع إيه؟ تبع ضمائر الفاعل. بلاقيها فين؟ أول الجملة وقبل الفعل. طيب هل الاختيار عندي I saw نقط هل جه بعد الفعل؟ أيوة فعلا جه بعد الفعل. وبالتالي الاختيار الصح بيكون I saw her at the park، يعني أنا شفتها في الحديقة. نيجي لثالث مثال عندي وهو the teacher is talking to نقط، ومديني اختيارات he أو him، يعني هو عايز يقول لي المدرس بيكلمه. كالمعتاد نمسك أول واحدة. he حفظتها في ضمائر الفاعل. مكانها فين؟ مكانها قبل الفعل وبلاقيها في أول الجملة. طيب مبدئيا الاختيار اللي عندي والمكان الفاضي مش جاي في أول الجملة ومش جاي قبل فعل، وبالتالي الاختيار ده غلط. ندخل على هم في الاختيار التاني، هلاقي إن هي ضمير مفعول. مكانها فين؟ مكانها بعد الفعل. فين الفعل؟ talking بعد الفعل. وكمان جات لي إشارة لقيت حرف جر اللي هو to، وبالتالي الاختيار الصح قدامي بيبقى ضمير مفعول him. يبقى the teacher is talking to him. لو وصلت معايا لهنا يبقى ميرسي جدا على متابعتك ليا. أتمنى تكون فهمت الدرس ده كويس قوي. احفظه وراجعه علشان لما نشرح ضمائر الملكية وصفات الملكية ما تتلخبطش معانا. فيديوهات أكتر هشرح لكم فيها حاجات تفيدكم في دراسة الإنجليش. تابعوني. شكرا، ألف شكر. باي باي.